بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم إيروج جمالا وتدلي من ببرينا الله حبيبي طبيبي بكوينا مثلي تنادى ومنى إبراهيم نوح لولا زمان قاصد بكن راه مدينة قابا كتاتي بيرونا إلى رجاء إيدي من دي ظلم خرابي بشرين إيدي من دي ظلم خرابي بشرين قاصد جخدرا وابوت جبريل أميني بو بكر وعمر هورد جحبا تدنا لين مقتول جفراقا تج عثمان وعليني مقتول جفراقا تج عثمان وعليني راديو تلفزيون جبان دوان قالي سيدة لرا قالي مهواني عزيز معلومي ويا يعني أب مراسم أب درس مدرسة الحمد لله دبان صالح أخير لاد مملكة مدى زيادة دبن أبغانا أميدا مشخده هي إن شاء الله علامات إصلاحية علامات يعني الحديث كي في خمبر مدى معلومي ويا دبي إن أول دينكم يكون نبوة ورحمة إلى أن يشاء الله تابيز حديثي قصالت ميشتكم أول دين والنبوة والرحمة حطاك خدا حزبك أو دوامك ثم يكون خلافة ورحمة إلى أن يشاء الله دودة أيضا خلافة والرحمة حطاك خدا حزبك أو يجي درباصفة
ثم يكون ملكا عضودا دو في ملكيتا يعني خلافتها برحمة را وعلامات بن مشاش ما هي خلافتها حزتي حسن أف خلافات صونداي قدية دو يكون ملكا عضودا يبي ملكية والسلطنة نتام إسلامي نتام كفر وثم إلى أن يشاء الله أوجه حتى خدا حسبك ثم يكون ظلما وجبروتا دو في خلافتها بالرحمة تاجي أي بذا الظلم وجبروت علماء إسلامي سواء عالمي عصري كل سلفي حديثي خبردن ظلم وجبروت زماني مدانا جمهورية دست بكرية ظلم وجبروت معلومة أب ظلم وجبروت زي بإذن خذي دوامناك ثم يعود على سنة نبيكم پیغمبر خدا دوی پاشیه و بزرگ سر سنتا پیغمبر یعنی اب ظلم اب جبروت اب حقسیه اب ظلم الاسلام دوامنا که خوی دین خدا والعاقبة للمتقین خدا عز وجل قرآن کریم داد به انشالله امیدا مش خدا هی اب مراسم اسلامی وان مدرسه و وان توجه سیدالر ما عالم مکبر سر مدرسات سکن و درس تعلیمات هردن بإذن خدا علامته كسمة يعود على سنة نبيكم أميدا مجرب عالمه هيك أو سنة بيخمر أو ديسا عودة في أمته في زلته دا نامينة معلومي وإجا عالم بيخمر مدوي العلماء ورثة الأنبياء عجباز في مرتبة مصدر هيك عالم وارستيا بيخمر أبكن خدا عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت خدا عز وجل تأمتك تقومك بيخمر بواحد نشتي جوارا بيخمر شانية تشدرس تعليمات دانوان أن يعبدوا الله من عبادة خدا بكن واجتنبوا الطاغوت الطاغوت ظالم ايك جرى الدين جرى الشريعة جرى القرآن در ديل دوان نتشن يعني خدا عز وجل و درس و تعلیمات دای پیغمبری دای امت و انسانه ده حدیث کی دا تفسیر قرطبی دا در واسطه مدیه تابی نسبت بال پیغمبر ورده علیه الصلاة والسلام پیغمبر خدا دوی هل ادلوکم علی الاجود التشویق و ابکن بال ان قنجا تابی پیغمبر جواب داد به الله الاجود ان اجود ان قنجا خدایه طبی خدا به کائنات خلق توفیق مودایج و خدمت اسلامی و خدا عز وجل یعنی جمرا که نصیب که ایمان کریه قلب ما بیا ان قنجین الله الاجود و انا اجود ولدی آدم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ان اجود قنج اولاد آدم جی ازم پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دبی و اجودکم من بعدی دبشتی مدا ان قنجی و پیغمبر خدا به من تعلم العلم ونشر علمه ایک علمی بخوین و علمی خوشی نشر بکه معلومی و پیغمبر به حضرت علی رضی الله ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم در روایت کرده من الدنیا ما فيها اگر یک انسان کی بسبب هدایت ببینه ولا ضلالت ولا اسلام ولا يعني دين خدا قبول که جوارا جدبي صور ياخذ بتوني نعمة الدنيا قنستله إذا تابي معلوم يعني بيخمبري مدبي يقول علمي بخوينا ونشر علمه علمي خزي نشر بكي دنيا راج ملتي رابيجا يعني قال شكلنا وظيفة بيخمبري بك وتبليغ بك معلوم تبليغ فرض هر كسية دبي يأتي يوم القيامة أمة يعني روجا قيامته أو عالم أو الدرجة أمة كده ولا حزب خدا بني أب تعبير خدا عز وجل حضرت إبراهيم راقوتيا إن إبراهيم كان أمة قانتا إبراهيم أمتك قانت تسليم بوي جاء أمر خدا رابيا إذا إنسان كي بعلمي بخينا وبعلمي خو عمل بك وعلمي خو نشر بك أوجي وك حضرت إبراهيم في خمر مدبي يأتي يوم القيامة أمة لتقابلت الدرجة أمت كده ده حضور خدا جبروي هواي قالي سيدا لرا قالي أمتا يعني قالي مسلمانا قال أمسر بي خدمت وخباطة علمي خوي مال بمال خو علم عالم بعلم خو وإذنيش كي بتشبو لسلفان مدرسة علم تنبع حتى مثلا ابن مبارك دي روايات كرن لبي قلت لولا العلماء ولكان الناس كالبهائم
اگر نج عالم به انسان ببن وک حیوان نعوذ بالله و مچابه خجید بیل مملکت مدا اینکه توپلم کی عالم نباند نبن علمی نبیزن درس و تعلیمات و اخلاق اسلامی جوان نبیزن یعنی gerçekten belki hayvanacı خرابترن جبروی هوای یعنی خدای خیره و دیسا پرمازم که خدا موتر بکه خدمتکار جوی کتاب خدا را مبکه خدمتکار جو سنت رسول الله را مبکه خدمتکار و فقه میراث کی مازن ایرو دنیا تجه کتاب فقه تفسیر و حدیثه تبقی اثر عالم اسلامینا وان عالمی خدمت اسلامی را کرنه میراث وان مایه ایرو امجی بن خدمتکاری به فقه اسلامی اف سنت پیغمبر و کتاب خدا عز و جل متوا موفق بکش خدمت قرآن را سنت رسول و فقه را لیسان تب سر شعباراتن سيدان مي محترم ميفان عزيز هيجا چواكو امام شافعي رحمه الله قوتيه هناك دبيجن زمخشري قوتيه دشيارك خدا كو عشق خويا جبو تحصيل علمي إفادة كريه دبيجه سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي بلي أمجي وكوي لبلي جبوفي جفينا مبارك أمد بيجن جفينا عالمان جبوما جتمام جفيتن بيتر بقيمته ديتنا وجه عالمان جديتنو نهرتنا مالو ملكا بيتر بلزته نصيحتو شيرة عالما جتمام ثروة دنياي شيرين تره خدمتا عالما وعلمي جهر مقام دنيوي بدن تره بلي ام قالك دلخوش وخش حالا بفي جفينا مبارك جفينا جبو إجازة علوم إسلامي لورا علم نوره علم ثروتك جرام بوهايه علم ميراث پیغمبرانا عليهم الصلاة والسلام قدرين عالم عامل لنك خدا عز وجل قلك بلنده عالم وكستيرانا إنسان بوان هداية دبنو رياخو ناستكن إمام الشافعي رحمه الله ديسا دبيجه وخالط رواة العلم واصحب خيارهم فصحبتهم نفع وخلطتهم غنم ولا تعدوا عيناك عنهم فإنهم نجوم هدى ما مثلهم في الورى نجم بل بيقمان إسلام وعلوم إسلامي بوسيلة علماء رباني كهشتنما عالم هذه أمتنا أمتا پریشان أمتا نخوش بريندار أمتا بسري وبلا ولا كدناف پنجنا ياران ده دك زار ancak بعالمان پیشیا خودی ببینه و روزگار بده. چواک حتی نهاجی تجتماعی دیسا بسایا علمان و علومن کد مدرسه اندتین خواندن لپیامایه. بلی مرهم و علاجا نخوشی و برین امتی عالمین ربانینه. مهیویه که اف جوینن وها ببنه وسیله جبو پیشوچون و زیاده بون علمه ببنه وسیله محبت و احترامه هم ببنى وسيلة اتفاق وبراتية كقوين دنابنا مسلمان ده وببنى وسيلة سرف رازية أمتي إن شاء الله. والله تاريخ دبي 100 سالي دا أن تاريخ خوش كج علمي را مساعدتي كرني فان سالي مي باشينن هما تشتي ما بشعب خدي ما نكاربو بخواندانا تي إمكانه ما تنبون ما دوي فقيرية دا دوي إمكان سزية دا بدزي دبني منا مغارادا خانية بچوچك دا إمكاناتي كتنبو ما ذكرن خداي تعالى أو إخلاص وبركته ويشاغي خشك
عالم يتشميش بون وخشك دها خزمتك إخلاصك برخشك هبون أنا خداي تعالى أب إمكاني أنا دانا ما ديالكو إنساني ويشاغي بابي من خداي رحمة خليك دقو قاواني قند روجي نانكي توب تكر وين نانكي خوشي دانيان ددا فقيا إيرو الحمد لله بولغية إمكانات لار هنا بنا هنا يعني تكسكي رجع قيامتي نكر معذرتكي جسترميش بك هركس جدستي خو ناسكرنا خدا بعلمية ناسكرنا خدا بعلم تنبه ناسكرنا خدا شينابه ناسكرنا علم جي بفان مدرساية سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا من له الأخلاق ما تهوى العلا يا من له الأخلاق ما تهوى العلا وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء فإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا رحمت فأنت أب أو أم فهذان هما في الدنيا هما الرحماء صلى عليك يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم قالي مهفان دلال قالي مشايخة قالي سيدا وانتفد بخير هاتن وضي تعالى عز وجل خير وجه بنفسيني للصحيفة أعمالي ودا بنفسيني قال لي جماعتي أم تشقص بحثا علمي وفائدة وأهميتها باور بك حديث وتعبير وعاجز به وكيم بك أما زيادة للسرفي قو إيرو حقيقة أمتا إسلام محاربة تمام جهات هذا من الداخل والخارجي أجر حرب فكري به أجر حرب سلاحي به إسلام إيرو وضعك قلك زحمت يا قلي جماعتي لوقت أف اجتماعها أف جفينها زيدبونا للسر فائدة علمي زيادة عن فضيلة العلم حيويتك نشاطك قوتك ددي جنجما حكام مسلمانا إيرو دجمني إسلامنا شخوا غرب جارك بايرقا نيارتي در حق إسلامي دراكريا أعواني و ينتمي مسلمانا أوجي جوانا بونا رهبر مع الأسف جارا منما إلا أف اجتماعها قال جماعتي جنجما وقتي قوفا سيدات بينن و عالمات بينن و أهميتها علمات بينن بطاقتك قلبي حيوي معنوي دي حسن أما ساجنا عندك قال جماعتي أما ساجة هاي قو أمري خدا بها أب رسالة رباني أب رسالة قو بيخمبر عليه الصلاة والسلام تكرارا ومرارا لسرسكنيا دفي أمجي دهازي دتربكن خد تعالى عز وجل تمام مشايخة وسيدة لنا راضي به قو إيرو بنا السند وقوت وحيويet خordar ve İslamiyet'e. İlim şöyle bir varlıktır ki bir havzadır, bir depodur. Mesela Allah muhafaza eylesin, bugün bir sıkıntı olursa, bugün beslenilen alimlerle, fakihlerle belki 70-80 yıl yani bu memleketin, bu diyarı bugünkü depoyla idare edilebilir. Yani bu ancak İslam dininde olan bir varlıktır. Zaten onlar çok defa Müslümanlara saldırmışlar, perde arkasında alkış yapmışlar, biz bitirdik demişler. Fakat 70 senelerden sonra tekrar bu din şad olmuş, şahlanmış ve yücemiştir. Ve aynı zamanda gene de
Yani öyle bir dindir ki yeryüzünün ihtiyacıdır. Öyle bir ilimdir ki yeryüzünün ihtiyacıdır. Yani insanlar nasıl ki vücuden gıdaya lazım ise ruhen de bu ilme muhtaçtır bu insanlar. Dolayısıyla bir medrese alimi velev ki o kadar yani devletlerce onlara verilmiş bir rağbet yoktu, bir şöhret yoktu, bir hak yoktu. Tersine bunlarla alay edilirdi, istihza edilirdi. Ama bu yüce varlıklar ki Allah bunları yüce kılmıştır. Çünkü peygamberlerin varisleridir. Bunlar varlıkları toplum içerisinde mutlaka kendini var göstermiştir. Ve bunlarla velev ki kanunlar başkadır, sistemler başkadır ama bunlar toplumlarını İslami olarak besletmişlerdir. Bir 70 yıl civarında en azından veya 100 yıla yakın bu iş yasak olmasına rağmen gene de bu medreseler bu memlekette izan ve iman muhafaza etmişlerdir. Ahlak ve adab terbiye muhafaza etmişlerdir. Hakeza bir alim bir memlekette çok işi üstlenir. Mesela asker devlette askerlik yapar, polis polislik yapar, hakim hakimlik yapar. Lakin bir alim bütün bu işlerin üstesinden gelir ve bu işleri rahat yerine getirir ve bir dava bir alimin huzuruna geldiği zaman, bir medrese alimi huzuruna geldiği zaman bir mahkemede 20-30 sene süremeçte devam ettiği halde bir alim onu belki birkaç saat içerisinde bitirir ve onları küskün olarak göndermez, onları barışçıl olarak gönderecektir. Ondan dolayı değerli misafirlerimiz, ustadlarımız, ilmin değeri mutlaka ve mutlaka yeryüzünde çoktur. Yani onlar da şu anda artık belki bunu anlamışlardır ki hakikaten bir sözle söndürdük ama bunlar var olduğu sürece bu iş sönmedi ve sönmeyecektir. Allah inşallah yardım edecektir. Biz müddemiz, süremiz uzanacaktır. Uzun süre içerisinde bu tedrisatlarımız yeryüzünde özellikle bu ülke içinde devam edecektir. Bunlar çoğalacaktır. Bunlar aynı bugünkü nasıl ki bir araya geldiler. Bunlar beraber istişare edecektir. Bunlar Müslümanların ne yapması gerekiyorsa onu yapalım diye beraber bir arada toplanacaktır. İstişareyle işlerini bitireceklerdir. Ve uzun bir zaman Müslümanları bir araya gelmelerine izin vermediler. Ama buna rağmen biraz önce de söyledim. Yani o 100 yıllık depo artık bitmedi, tükenmedi fakat onlar inşallah tükendi ve tükenecektir. Allahümme salli ala Haşemi Nebiyyir Risale Ebil Kasemi Allahümme salli ala Hatime Nebiyyir Risale Ebil Fatıma Allahümme salli ala Medeni Nebiyyir Risale Ebil Haseni Allahümme salli ala Ceddil Hüseyin Allahümme salli ala Resulih maqam ve fihi Muhammed aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil qail İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulemâ. Ve salatullahi ve selamuhu ala menbe'il ilmi vel huda. Vessâirûne bihim nahver rıda. Bihim qivâmul ümmeti ve izzuha. Ve ileyhim terci'u davâiquha ve muşkilâtuha.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي نور بعين العلم مصباح أذهان الإنسان، وعطر بنفحات حديقة العرفان رياض مشاعر الوجدان، في صحائف أوراق الأغصان العليم بالبارز والمنوي، والمحيط بالحاوي والمحوي، والخبير بالمنشور والمطوي، وكل شيء عنده بحسبان. هو الذي أنزل بحكمته النسخة الكبرى على العالم الصغرى، فأنتج تحرير المسالي وتقرير الدلائل وتذهيب الكلام وتقريب المرام وإحكام الأحكام وتصريف الأوهام وتجريد العقائد وتحديد المقاصد وتشييد مواقف المراصد. فسبحانه من إله علم آدم الأسماء وأرسل بروح المعاني خاتم الأنبياء، وأسرح في روضة نخبة الأفكار ودوحة خلاصة الأخبار أنظار العلماء، فعلموا الجاهل وقوموا المائل وفازوا بالرياسة الكبرى والسيادة الوقرى. فلا ريب أنهم ترقوا بمرقاة الحكم والعلوم، واهتدوا بأنوار الشموس ولمعان النجوم، فطلعوا أسماء اليقين بالله الملك القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الهيئة والأشكال. أسنان مفاتيح باب علم العلي مولانا محمد الجلي، نور الله مضجعه وجعل أعلى فراديس الجنان مرجعه، بإجازته عن والده الشافعي الصغير في الفقه والتفسير مولانا الحاج عبد الله الجلي، وهو عن والده الكامل البارع والفاضل الوارع، أصلح العلماء وأعلم الصلحاء المجاور لبيت الله، سند العارفين ومفتخر العالمين مولانا العابد الحاج كاك محمد أسعد بن عبد الله بن الجلي، كان الله وليا لهم ولي، بإجازته عن شيخه المنور قلبه بالنور الرباني صاحب الإشارات والمعاني سلطان العلماء عبد الرحمن أفندي الروزبهاني قدس سره النوراني، عن أستاذه رديف المتقدمين وإمام المتأخرين صبغة الله أفندي الماوراني، عن أستاذه الماجد ذي المعارس والمحامد مصطفى أفندي الزياري عليه رحمة الباري، عن أستاذه العلامة الحبر البحر الفخامة صبغة الله أفندي الصفوي الحسين آبادي عليه رحمة الهادي، عن والده ذي المفاخر الجليلة ذي المفاخر الجلية والآثار العلية الكبريت الأحمر إبراهيم بن حيدر، عن والده صاحب التصنيفات الفائقة والتأليفات الرائقة العلامة الأوحد حيدر بن أحمد، عن والد خاتمة المتأخرين وزبدة المتبحرين العلامة الأكبر أحمد بن حيدر، عن والده الأعلم الأفضل حيدر الأول، وهو تلميذ شيخ الإسلام والمسلمين مولانا زين الدين الكردي البلاتي، تلميذ نصر الله الخلخالي، تلميذ مولانا ميرزا جان، تلميذ خواجة جمال الدين الشيرازي، تلميذ المولى المحقق جلال الملة والدين محمد بن أسعد الصديق الدواني، تلميذ والده الرباني أسعد الصديق الدواني. الله صلاة الله سلام الله عليك يا نبي الله صلاة الله. جبوی کو ملا عبدالسلام گل اجازه خوش دست سیده جبوی کو ملا المدينة مرحبا يا خير الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة. جبوی کو ملا جمال کشی اجازه خوش دست سیده ملا حسین تاش دمیر اجازه خوش دست مفتی چناره سیده ملا فرید بگره سیده حضور غازی برازی. وجب الشكر علينا نيات الوداع وجب